السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. قبل ما نبدأ الفيديو عايزاكم تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جايين نعمل فينو. طبعا مش كل يوم هنجيبه من الفران، وساعات ما بيبقاش طعمه حلو، وساعات لما بيقعد بيفرول، وفي اماكن ما بيبقاش فيها الفينو متوفر اصلا زي الاماكن الريفية. فاحنا عايزين نعمل حاجة نظيفة وكويسة لولادنا، وهنشوف النتيجة ان شاء الله كويسة وهتعجبك. انت عشان تبدأي لسه وتعملي حاجة اول مرة في المعجنات، ابدأي بحاجة قليلة، يعني ابدأي مثلا بنص كيلو. احنا النهاردة هنعمل 4 كوب دقيق من الكوب المعياري ده او اي كوباية عندك، ونص كيلو يعني بما يعادل 4 كوبايات. وهنحتاج عليهم معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وربع كوباية من السكر، ربع كوباية من الزيت، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح صغيرة، ومعلقة صغيرة من نعجن المكونات دي كلها. ومعايا طبعا كوباية مية علشان العجن. نحط حبة بحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ اي حاجة يا بنات سموا الله، لان الاكل ذات نفسه بياخد من اسم الله، فسموا الله دايما كده وانتوا بتعملوا اي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نعجن، وما تخافيش من المعجنات، يعني المعجنات دي من ابسط ما يمكن، فدايما كده سمي الله وابدأي في حاجة صغيرة، ما تبدأيش في كميات كبيرة. نبدأ نحط المية شوية بشوية كده ونعجن. ما ينفعش تدلقي المية كلها مرة واحدة، عشان كده ممكن العجينة تعجن معاكي، لان انت مش عارفة هتحتاج قد ايه من المية. انت بتفضلي واحدة واحدة معايا كده وبتحطي، عشان الكوباية دي لو ما كفتش هنحط تاني. الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق، فاحنا كده كوباية المية اللي معانا دي ما كفتش، فهنعمل الكوباية تانية. وبرده مش هنحطها برده مرة واحدة، هنحط حبة بحبة لحد ما نشوف هتحتاج قد ايه. بسم الله. تفضلي برضو تحطي من الكوباية التانية حبة بحبة كده وتعجني عجينة حلوة، مش بتلزق يعني بتروح وتيجي معاكي. خلاص بقى هنلمها. لمينا العجينة وحطيناها في البولة اللي فيها زيت، هنغطي عليها بكيس بلاستيك ونسيبها ساعة كده. العجينة اختمرت معانا بعد ساعة بالظبط ما سيبناها. هنبدأ بقى ناخدها ونقطعها. عندنا هي العجينة، هنبدأ نقطعها على كور صغيرة كده. هنعمل الكمية كلها ونرجع لكم تاني. خلصنا الكمية كلها، عملناها كلها كور صغيرة كده. هندهن بقى المكان اللي هنفرد فيه زيت، ونبدأ نفرد. ليكي استعمليه، عايزة تستعملي النشابة كله يرجع ليكي. بعد ما فردناه كده هنبدأ بقى نتنيها حتة صغيرة كده. بعد ما بتلفيها بس تتأكدي انك قفلتيها من الجناب من هنا. تبدأي تقفليها كلها كده. اهم حاجة تقفليها كويس علشان لما تيجي تخبزيها في الفرن ما تفتحش منك. اهو تكوني محضرة صينية
ومدهونه زيت، بتحطيها فيها، بترصي فيها. هبدا ارصها في الصينيه مدهونه زيت. وبتحطيها برضو في الصينيه اللي مدهونه زيت. هنعمل الكميه كلها ونرجع لكم بعد ما خلصنا الكميه كلها. هي جت على صاجين، طبعا هنسيبه يختمر شويه، ولازم تراعي انك تسيبي مسافات ما بين الفين والتاني علشان هيختمر دلوقتي فحجمه هيتضاعف. هنسيبه كمان شويه كده بتاع ربع ساعه كمان، وهنيجي بقى نشوف هنعمل ايه. كده بعد ما اختمرت هنبدأ بقى نعمل نرش الوش بتاعها. عندنا حبة لبن وحطينا عليهم معلقة من السكر، وهنبدأ ندهن الوش. ممكن ترش عليها شوية سمسم حبة البركة، ممكن ما ترشيش حاجة خالص، اللي انت عايزاه وزي ما الولاد عندك بيحبوا. بتبدأي تحطيها في الفرن زي ما قلتلك. اول ما بتستوي من تحت بتحمر من تحت، بتفتحي عليها الشوايه شويه من الفوق، وهوريكم الشكل النهائي. كده اول ما طلع من الفرن بتديله بخه كده ميه عشان وشه يطرى. لو ما عندكيش تخفيفه بالفرشه عادي، بس خلي بالك عشان السمسم اللي انت حاطاه ده ما يقعش. شايفين الكميه؟ تبارك الله. نفتح واحده دلوقتي. شايفينه من جوه عامل ازاي؟ شايفين الفراغات؟ وطري وهش خالص، قطني، احلى من اللي بنجيبه من بره. بصوا الكميه تبارك الله. عمل لنا 13 رغيف وموجود عندك ونضيف وحاجه روعه. شايفين من جوه؟ شايفين التسويه؟ حاجه كده تحفه. ومن جوه شايفين طري، العجينه ناجحه 100%. تعمليها بقى سندوتشات الصبح للولاد، مفيش اروع من كده. وكده تبقى السندوتشات جاهزة للولاد ان هم ياخدوه المدرسة، وحاجة كده تحفة تحفة. حاجة انت عاملاها في البيت ومضمونة، والولاد هيحبوه جدا. يبقى موجود عندك في الفريزر، تطلعي تحطيه في الميكرويف، وبالهنا والشفا لكل الولاد. وكل سنة وانتم طيبين. يكون فيديو النهاردة خلص، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.